السلام عليكم. تعرف ان ابليس كان من الملائكه المقربين جدا في السماء، لدرجه ان هو كان عنده بعض الكلمات اللي بيدعو بيها ربنا كان عدد كبير من الملائكه ما يعرفوهاش. وقصه ابليس ان هو كان من الجن اللي بيسكنوا الارض قبل البشر. فربنا عز وجل قبل ما يسكن البشر الارض كان فيها مجموعه من الجن، ولكن فسقوا في الارض وسفكوا فيها الدماء وكانوا بيحاربوا بعض. كانت النتيجه ان ربنا امر الملائكه ينزلوا يقضوا على الجن دول. فعلا لما نزل الملائكه قضوا على الجن لقوا جن لسه صغير، فراحوا واخدينه معاهم وطلعوا للسماء. وده كان عزازيل. وبداوا يعلموه بعض الكلمات ويعلموه الصلاه ويعلموه الادعيه، لدرجه ان بقى عزيز من اقرب الملائكه لربنا عز وجل. عزازيل ده في مره من المرات اتكلم مع ربنا وقال له: هل في حد ممكن يعصاك؟ فقال له: في حد اسمه ابليس هيعصاني جدا، بل بالعكس ده هيتحداني. تخيل ان عزازيل ده قعد يسب ابليس الاف المرات عشان فيما بعد يبقى عزازيل هو ابليس. ربنا عز وجل لما جه خلق سيدنا ادم وكان بيسوي الجسم بتاعه، كان ابليس بيخش في جسم سيدنا ادم قبل ما ربنا يحط فيه الروح، ويبدا يتحرك في جسمه اللي كان مصنوع من الطين. يخش من مناخيره ويطلع من عينيه، يخش من عينه ويطلع من بقه. وده بيفسر لك ليه الشياطين تقدر تتحكم فيك وتعرف تجي لك من اي مكان، تجي لك من وراك ومن قدامك ومن تحتك ومن يمينك ومن شمالك، لان هم حافظيننا حته حته. وده نتيجة ان ابليس كان بيطلع ويخش في جسم ادم لغاية ما ربنا نفخ فيه الروح بعد كده. وما جه ربنا امر الملائكة كلها انها تسجد لسيدنا ادم، طبعا كلنا عارفين ان كله سجد ما عدا ابليس، لان ابليس تكبر وقال لربنا لا. وهنا السؤال: هو مين اللي وسوس لابليس مع انه كان اول شيطان؟ اللي وسوس لابليس هو نفسه، فان النفس امارة بالسوء. وده يفسر لك احنا ليه في رمضان، بالرغم ان المفروض ان كل الشياطين ربنا مسلسلها وانها مش موجوده، ومع ذلك بتلاقي نفسك بتعمل ذنوب، ويمكن تكون ذنوب اكتر بكتير من اللي انت بتعملها في الايام العاديه، لان انت نفسك اسوأ عليك من الشياطين نفسهم. فربنا يهدينا ويهديكم. سلام عليكم.